الزمالك وجوده ضروري، ما دام الاهلي موجود الزمالك يكون موجود. نظام البطولة والحاجات الثانية عدم وجوده ده حاجة ترجع لاتحاد الكرة. بس الناس عرفوا التنافس في مصر أهلي وزمالك بس. طبعا الأربع فرق غير عن فريقين، الوضع راح يكون مختلف، الإثارة راح تكون مختلفة، شكل البطولة اختلف تماما، فالجوائز اختلفت، فأتصور راح تكون بطولة مميزة وراح يكون حاجة فاخرة يعني. أكيد بطولة جديدة بشكل جديد إن شاء الله يا رب أنها تليق استحسان الجميع، ونطلع بالمكتسبات اللي نحن في مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري من تغيير شكل البطولة، من تطلعات إلى تطوير في البطولة اللي استمرت لي أكثر من 9 سنوات، 6 نسخ في أبو ظبي. فالحين شكل جديد راح إن شاء الله إنه يغير الشكل اللي كان موجود ويحفز الأندية على المشاركة. حابين كل أقطاب الكرة المصرية، ما في شك الزمالك اسم كبير ومن تاريخ الكرة المصرية، لكن أعتقد أن هذا الشأن يخص الاتحاد المصري والفرق اللي تشارك. نحن علينا فقط الاستضافة، أما الأمور الفنية واختار الفرق يقع تحت مظلة الاتحاد واللوائح اللي ينطبق عليها. تغيير نظام البطولة من بطولة مباراة واحدة لبطولة 4 فرق بيشاركوا فيها ده اوريدي نجاح لبطولة السوبر، نجاح للتعاون المستمر ما بيننا وما بين الجانب الإماراتي ومجلس أبو ظبي الرياضي، نجاح للكرة المصرية، لأن لو الكرة المصرية مش على هذا القدر من النجاح ما كانش حد هيحب يستضيف الفرق المصرية ويستضيف بطولة مصرية زي بطولة السوبر. الفكرة الجديدة كويسة، موجودة 4 فرق مشاركة، دي حاجة كويسة، لأن دي بشكل تاني احنا في رابطة الأندية مثلا بيفيدنا إن بطل كاس رابطة الأندية أصبح متواجد في السوبر المصري، فدي بتدي قوة للبطولة التانية كمان. 4 فرق دي بتخلي في مردود تجاري أوسع، بتخلي في مشاركة جماهيرية أكبر. البراند والفاليو بتاعة السوبر المصري بتبقى في منطقة الشرق الأوسط. أتمنى إن شاء الله إنها خبرات كويسة جدا. يعني أنت بتلعبي طبعا وجود جالية مصرية كبيرة جدا في الإمارات وفي أبو ظبي، وخاصة إن المسافات ما بين الإمارات كل إمارة والتانية مش كتير، فبيجي جمهور من كل الإمارات، وبالتالي أعتقد إن هو بتبقى فرصة للجالية المصرية اللي موجودة في دولة الإمارات إنها تشاهد الفرق المصرية على اختلاف أنواعها يعني. لكن بالتأكيد يعني مشاركة فريق بحجم الزمالك كان أكيد هيضيف للبطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلق الكبير والإداري الكبير يعقوب السعدي في تصريحات قوية قال لنا عن قيمة نادي الزمالك في بطولة السوبر، ودي حقيقة. بطولة السوبر لو كان متواجد فيها الزمالك بجانب النادي الأهلي كانت قيمتها تبقى أعلى، ولكن وجود النادي الأهلي وحده يقدر يشيل البطولة وبصورة مريحة ويقدر ينجحها، واحنا عارفين كده كويس. الأهلي لوحده كان يقدر يشيل البطولة، لكن الزمالك لوحده في البطولة ما كانش يقدر يشيلها، وكل الناس عارفة ومتأكدة من الفرق بين قيمة النادي الأهلي وقيمة نادي الزمالك، وده مش عيب، دي طبيعة الأمور. ولكن من طبيعة الأمور برضو عشان نكون حياديين وواقعيين، وجود النادي الزمالك في البطولة بجانب النادي الأهلي كان هيدي قيمة أعلى للبطولة ومنافسة أعلى وأشرس في البطولة، لأن طعم حتى الفوز من النادي الأهلي على الزمالك أو العكس بيبقى ليه طعم ونكهة أحلى من أي فوز على أي فريق تاني. ده عند جماهير النادي الأهلي وبرضه عند جماهير نادي الزمالك. مفيش شك إن وجود نادي الزمالك بعيدا عن البطولة قلل شوية من رصيدها، هو شوية مش كتار جدا ولكنهم شوية معقولين. لكن لو الأهلي هو المستبعد، تخيل أنت يا جمهور كان وضع البطولة هيبقى إيه؟ طبعا لا، كان هيبقى فرق كبير، ما تقارنش باستبعاد الزمالك من البطولة. كنت أهلاوي أصيل ومن عشاق الرياضة المصرية وإحنا عارفين إنك كده، ولنا رأيك في التعليقات. أيهما أعلى قيمة في البطولة؟ وجود الأهلي وعدم وجود الزمالك، أم وجود الزمالك وعدم وجود الأهلي، أم وجود الاتنين مع بعض؟ ولنا رأيك في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين. المولد النبوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.